سلام ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو حنشارك معكم احسن وصفه عجينه صابلي اللي ما تتعبكمش كامل في الخدمه. تخدموها في 5 دقائق وبلا ساشي، ما تتشقق ما تتعوج ما يتغير الشكل تاعها حتى بعد الطهي. قدمتها لكم بالمول جديد تاع الضفيره اللي راهو داير حاله. اول حاجه عندي 250 غرام مارغرين، انا نستعمل هذه جديده تاع غاتو ماكس اللي خدموها لكم سبيسيال للصابلي، هي اللي حتعطيكم نتيجه احترافيه ومضمونه وزيد بدون زيوت مهدرجه ومارغرين نباتي 100%. خديت 250 غرام، درت معاهم 100 غرام تاع سكر غلاس اللي هما كاس معمر لافاني وقرصه ملح، كثروا شويه لافاني، خلطتهم بالباتور فقط. زدت لهم البيض، شوفوا البيض هو اللي يخسر العجينه تاع الصابلي. ديروا زوج صفار ووحده كامله في 250 غرام، هذه هي القاعده. زيدوا عليهم بعد ما تخلطوهم مليح، زيدوا عليهم كاس تاع النشا اللي هو 100 غرام، المقادير بالتفصيل نكتبهم لكم اسفل الفيديو. نص كيس خميره، وعندي 400 غرام تاع فرينه. ان هاد العجينه عندي سنوات وانا نخدم بها، مستحيل نبدلها، احسن عجينه صابلي. طميتها فقط، طموها بلاكو تعجنوها، طموها برك يعني طموها عادي بيديكم. طموها هنايا، حبطها في سطح العمل باش نقدر نخدمها مليح، باسكو تجيها راهي طريه وتجيها راهي فيها بزاف في الفرينه. شوفوا المقادير تاع العجينه هذه جد مضبوطه. ولا ما صبتوش هاد المارغرين جديده تاع غاتو ماكسي، ولا ما صبتوهاش خدموا باوبلين باسكو هي تاع اوبلين. بعد ما طميتها شوفوا القوام تاعها، تكون عجينه يعني ماشي طريه وماشي يابسه. تغلفوها وتخلوها تريح نص ساعه بدرجه حراره المطبخ. انا هاد ليمون اللي خدمت بهم هادو هما ليمون جدد تاع الضفيره، انا شريتهم من عند كازا فانيلا. شوفوا هاد العجينه تلمو سهله في الخدمه، تخدموها بلا ساشي. قلت لكم رشيت سطح العامل بشويه فرينه ونروح نفتحها. شوفوا تفتح معايا بكل سهوله، ما تلصق ما تعييكم ما والو. اللي تحب تخدمها بالساشي تخدمها يعني كيما حبيتو. هنايا ما تحلوهاش بزاف خشينه وما تحلوهاش بزاف رقيقه. المول هادوما كي تغسلوهم لازم تنشفوهم مليحه. نشفتهم مليح، وهنا كنت رشيتهم يعني المره الاولى بشويه برك فرينه شويه، وخبطتهم مليح ما خليتش فيهم فرينه لداخل. وشوفوا تخبطوهم زوج خبطات تنحى منهم العجينه. والشكل الضفيره هذاك زاد النصف الصابلي، يعني ما يحتاجش كامل تزيين. فيهم المدور هذا، فيهم الكاري، وفيهم الاوفال، يعني كاين 4 اشكال. والعجينه اللي قعدت لي هذيك عاودت خدمتها ودرت بها الصابلي النورمال. انا هذا هو الصابلي اللي نحبوه في العيد، ما نكذبش عليكم. سامبل بالمعجون ويجي مقرمش ومبسس وطري في نفس الوقت، يجي هايل. طيبتهم على 170 درجه. انا نحب نحمر الصابلي تاعي من التحت، وغير يبردوا نروح ديريكتومون نلصقهم بالمعجون. نتوما تقدروا تخدموهم لي يعني تحب تخدم حلوتها على البكري بتتهنى، تقدروا تخدموهم. ديروا لا كونتيتي لك وحابينها، وديروهم في لي بواط، ما ديروهمش المعجون، يعني خليهم حتى يبقاو يومين لا 3 ايام للعيد وديروا لهم المعجون يبقاو كيما راهم. هنا المعجون استعملت المعجون يعني اللي نديروا به الصابلي تاع المشماش عادي، ونلصق فيهم نورمال. فوالا شوفوا الشكل تاعهم كيفاش راهو، كيما طيبتهم، كيما قبل الطهي كيما بعد الطهي. وهادو ما كاين فيهم حفره في الوسط، تروحوا تزيدوا تعمروها بالمعجون. جاو يهبلوا. قولوا لي في التعليقات ولا عجبوكم نتوما تاني. وخرجوا لي 35 حبه بعد ما لصقتهم. وصفه سهله وبسيطه وما تشدش كامل اليد، سورتو الا خدمتوا بهاد العجينه اللي كنت شاركت هديجه معاكم. متتبعاتي القدم ما يعرفوها، شاركتها من قبل معاهم وراهم معتمدينها. وماذا بيا تكتبوا لي في التعليقات، الناس اللي جربوها كتبوا لي في التعليقات وقولوا لي رايكم فيها. احسن عجينه. المقادير بالتفصيل نتلقاهم مكتوبين اسفل الفيديو. ما تنساوش جام بارطاجيو لا فيديو مع ناسكم وحبابكم، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي نحبهم بزاف ونموت عليهم. قولوا لي شنو هما الحلويات اللي حابين نزيد نشاركهم معاكم.